السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو هلو على أحلى متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني قوي يا حبايب قلبي. يلا بينا نصلي على الرسول ونكتب أكتر ذكر بتحبوه في التعليقات عشان لما غيرك يردده يتكتب في ميزان حسناتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعاوزة أقولك كلمتين. لو لسه ما بتصليش فانتي في ورطة كبيرة جدا. ربنا مش محتاج الصلاة بتاعتنا ومش محتاج عبادتنا اصلا. احنا اللي محتاجين. احنا اللي لازم نصلي ونقف بين ايدين ربنا في الوقت اللي ربنا حدده. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني مشروط بالوقت اول ما يأذن الاذان. انا عارفة ان انتي بتكسلي، عارفة ان انتي ساعات بتجمعي صلاتين على بعض، بس كده كده هتصليهم، وان ما كانش في الدنيا هيبقى في الاخرة. اول ما الاذان يأذن قومي جري، قومي خشي الحمام وتوضي وصلي على طول. خلصي نفسك، الصلاة هي النجاة، الصلاة هي الفلاح. أرجوكي ما تبخليش على نفسك بالثواب ده، لأن اللي ما بيصليش في الدنيا ليها عقوبات كتير جدا في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر. انتي في غنى عن ده كله. كفاية قوي الذنوب البسيطة اللي احنا بنعملها، ما يبقاش كمان ان احنا نترك الصلاة. أرجوكي أرجوكي، الصلاة هي الوحيدة اللي بتميزك. أرجوكي أرجوكي ما تتفهيش عبادة الصلاة، لأنها أقوى عبادة، لأنها الصلة بينك وبين ربنا. وربنا يهدينا ويقوينا جميعا يا رب. ولو فايتك صلوات كتير صلي السنن، صدقيني هتدخل مكان الفرض. ربنا يعيننا ويكرمنا جميعا يا رب. ولو لسه ما اشتركتش في القناة بدأك تشترك وتفعل زر الجرس على إشعارات الكل، واخبط لايك وانت معدي، ويا ريت تسيب لنا كومنت حلو. ويلا بينا بسرعة بسرعة نشوف قصة النهاردة بتحكي عن ايه. وفي يوم في الاستاد الكبير، مروان اللي عنده 20 سنة كان واقف أول ما شاف لعيب الكرة الكبير جدا مو صلاح جاري عليه بسرعة وقال بحماس: صدق بالله يا كابتن، هتصدق ان شاء الله ان انا امي عيالي صورة واحدة بس، الله يبارك لك، ده انا نفسي اتصور معاك من زمان قوي 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 والله. وبعديها مروان وقف جنب محمد صلاح واتصوروا وسلم عليه جدا. تصدق يا كابتن انا نفسي قوي اطلع لعيب كورة، ده انا بحبك قوي والله العظيم، ربنا معاكم يا كباتن وان شاء الله نكسب باذن الله. في الوقت دوت مروان وقع من على الكنبة لانه كان نايم وكان بيحلم. يا دماغي، يا ايدي، يا عظمك يا رضا، يا دي النيلة، الصحة دي صحة واحد عنده 79 سنة مش 20 سنة خالص يا ربي. في الوقت دوت قربت عليه مامته وقومته ومسكته من قفاه. مش انا قلت لك يا واد قبل كده بلاش تنام على الكنبة؟ افرض دلوقتي حد من الضيوف جالنا، اقول لهم ايه؟ استنوا لما صحي المحروس عشان اروق. يا ست الكل ابوس ايديك الله يخليكي، هو انت ايه ما بتصدقيش ان مفيش حد بيجيلنا ليه؟ اصلا احنا عيله بنكره بعض، انت وخالتي دايما بتتخانقوا، وانت وعمتي دايما متخاصمين، مين بقى اللي هيجيلنا ان شاء الله؟ اوعى تجيب سيره عمتك الحربايه دي، منها لله البعيده. اشوف فيكي يوم يا صابرين الاقيكي كده منكوشه وماشيه في الشارع متجننه تكلمي نفسك ان شاء الله. طب اقول لك يا ست الكل بالله عليكي وانت بتدعي كده ادعي لنا نكسب الماتش. بقول لك ايه بقى، بصراحه كده انا عاوز منك فلوس، عايز اروح اتفرج على الماتش في الكافيه اللي جنبنا. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ ابوك ما سابليش ولا مليم، ده انا النهارده حتى عامله لكم بصاره. بقول لك ايه يا واد انت، انزل شوف لك شغلانه كده، اشتغل عند حلاق ولا نجار ولا حتى بياع طماطم، لكن ما تقعدليش في البيت كده، عيب تبقى طولي وبتاخد مني مصروف. في الوقت دوت رن التليفون وكان ابو سميه. ازيك يا بابا يا حبيبي، عامل ايه؟ وحشتني قوي. تصدق بالله ان انت كنت لسه على بالي، اصل انا كنت عامله بصاره وعارفه بقى ان انت بتحبها. يا نهار ابيض، رجعتيني لايام زمان، لامك الله يرحمها، العمر الطويل ليك يا سمية يا حبيبتي، كان نفسي اقدر اجيلك عشان اكلها معاكم، بس يلا بقى بالهنا والشفا عليكم، مفيش نصيب. لا طبعا ليك نصيب ونص كمان، هبعتلك الواد مروان بطبق بصره دلوقتي وعليه البصل المقرمش اللي انت بتحبه، والف هنا وشفا على قلبك يا حبيبي. لا لا لا، هتخليه يدب المشوار عشان خاطر يجيب لي الاكل؟ لا يا شيخه مش معقول، بلاش تعبيه. يا سلام، يعني لو ما تعبش ليك يا بابا هيتعب لمين يعني؟ تعبك راحه يا روح قلبي. يلا مع السلامه يا حبيبي، مسافه السكه. قفلوا مع بعض. هي صحتي مش فارقه معاكي للدرجه دي ولا ايه يا ماما؟ عاوزاني اروح عند جدي واطخ المشوار ده كله واجيلك في نفس اليوم؟ طبعا عمره ما هيحصل. طب خلاص، خد ال100 جنيه دي وخد الاكل وروح عند جدك واقعد معاه، وتعالى بكره ولا بعده، عارف لو ضايقته انا هزعلك. هروح ابات وماله، ده عز الطلب، اضايقه ده ايه؟ ده جده، ده حبيبي، ده حبيبي قوي من ايام الجيزه، هاتي هاتي، ده بيبقى اجمل يومين في حياتي، قصدي يا نهار ابيض هقعد يومين بحالهم كده مشوفكش يا امي؟ لا لا ده كده كتير عليا خالص. بصيت له سمية بقرف. امشي يا واد من قدامي وانت شبه عمتك كده، غور من هنا يلا جاتك نيلة. وبعديها اخد مروان لفة الاكل وراح على بيت جده، واول ما دخل فضل يخبط وهو بيغني:
يا هلالي يا هلالي يا هلالي افتح يا هلالي يا هلالي ما تظهر يا هلالي يا هلالي. الجد فتح الباب في اللحظة دي ومسكه من ودانه واتكلم بضحك. هو انت يا واد مش هتبطل تتريق على اسمي؟ انا قلت لامك تسميك هلالي بس عمتك ما رضيتش وقالت نسميك مروان. يا حبيبتي يا عمتي وانا بقول سبحان الله بحبك ليه، لحقتني من الجريمة اللي كانت هتحصل فيا. قصدي صباح الفل يا جدو، احلى جد هلالي في الدنيا، احلى طبق بصاره في الدنيا بقى. انما ايه، امي حاطلك عليه نص فدان بصل مقرمش من فوق. امي بتسلم عليك وبتقول لك سيب مروان يقعد عندك براحته وينزل ويجي في الفجريه ويروح الماتش مع اصحابه كمان واديله مصروف. وبعديها دخل مروان الشقه وهو بيتمخطر والجد فضل يضحك عليه لانه بيحبه جدا. طب والله انت منورني يا ابني، بس زي ماما كانت محافظه عليك ايراد انا هحافظ عليك ال 24 ايراد. خليك قاعد بس معايا يومين يا حبيبي بدل ما انا قاعد لوحدي كده. قاعد لوحدك ده ايه ده؟ اللهم صل على النبي، هي الشقه مالها هاديه كده ليه يا جدع؟ لا 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 ده انا هخليها لك دلوقتي ايه لوز العنب. وبعد شويه قعد مروان وترستق على الكنبه وكلم مروان العيله كلها فيديو كول. الكل يركز معايا يا رجاله، هاجر يا شروق وانت يا عبد الرحمن، بيت يا مريم، الكل معايا. انا عازمكم على بيت جدي اللي هو جدكم ان شاء الله. سيبوا اهاليكم وتعالوا نفرح الراجل الغلبان ده شويه، حتى بالمره نقلبه في قرشين. قصدي نتغدى معاه يعني يا حبايبي. طبعا كل الاحفاد وافقت والجد كان فرحان جدا. واول ما مروان قفل السكه الجد قال يا حبيبي يا مروان انت ما تعرفش انا فرحان ازاي، كل الاحفاد هيتجمعوا عندي النهارده، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا ابني. تقل جيبك بقى يا حجوج، اديني كده 5000 جنيه انزل املى التلاجه ونجيب كل الحاجات الحلوه عشان وقت الحظ ما يتعوضش. امال ايه. ضحك الجد واداله فلوس كتير ومروان نزل وجاب كل الحاجات الحلوه اللي ممكن تخطر على بالكم، الا طبعا منتجات المقاطعه، خلينا فاكرين ان احنا مقاطعين. وبعد ساعه كل الاحفاد اتجمعوا والجد كان قاعد فرحان وهم قاعدين حواليه. ومريم اتكلمت بجد يا جد انا فرحانه قوي، اول ما قلت لبنتك ان انا هروح عند باباكي قالت لي يلا بالسلامه، شدي الباب في ايدك، بتحبني قوي قوي يا اخي، انا مش عارفه ايه الحب ده كله. وردت شروق زي ما امي عملت بالظبط، قالت لي روحي بس ما تكلميش مريم بنت خالتك عشان انا ما بحبش امها. هو انت يا جدو ما عرفتش تربي عيالك ليه يا حبيبي؟ ضحك الجد عليها وعلى كلامها وقالت هاجر اللهم صل على النبي البيت زي الفل يا جدي. وايه البرواز اللي على الحيطه ده يا حبيبي؟ ده شكله حلو قوي بصراحه. هوب في الوقت دوت البرواز وقع على الارض والكل صرخ بصوت واحد. كله بص لهاجر وعبد الرحمن قال هو انت نسيتي تسيبي عينك القراره دي في البيت يا بت انت قبل ما تيجي؟ الله يخرب بيتك. بقول لك يا هاجر انا جدي عنده 80 سنه يا حبيبتي، ابوس ايدك ما تخليهوش يموت بدري بدري. اخصى عليكم يا جماعة، لا 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 ما تحسسونيش ان انا عيني وحشة، هو في ايه يعني؟ وبعدين احنا هنا هنتفرج على الماتش ده، الشاشة بتاعت جده كبيرة قوي قوي دي كأنها شاشة سينما والله. في الوقت دوت الشاشة بوم فرقعت في وشهم والجد بصلها بصدمة. ده طلع الكلام بجد بقى يا بنت يا هاجر، شكلك كده عينك مدورة ومقورة. يا هاجر الله يخليك يا بنتي انا ما قادر اجيب اي اجهزة كهربائية تاني كفاية. وزعلت هاجر لا يا جماعة لو هتفضلوا تهزروا معايا بالطريقة دي بقى أنا هقوم أروح بيتنا، أنا عيني عمرها ما كانت وحشة أبدا، أنا عيني طول عمرها مليانة. ردت مريم بسخرية أبدا أبدا على يدي يا حبيبتي، الله يرحم الفستان اللي كان عاجبك وفي نفس الوقت اتقطع نصين ولحد دلوقتي مش عارفة أعمل فيه أي حاجة لدرجة إن أنا خليته مريالة مطبخ. ورد محمد لا بقول لكم ايه، انا ما سبتش بيت ابويا بقى وجيت هنا عشان خاطر نتكلم، انا جعان وعاوز اكل، ها في اكل ولا لا؟ رد الهلالي عسل يا محمد زي ابوك يا حبيبي، كان دايما يصحى من النوم يقول لي عايز اكل يا بابا. حاضر يا حبيبي هجيب لك كل اللي انت عاوزه. ها تحب تاكل ايه؟ احم احم لا مؤاخذة يعني يا جدو يا حبيبي، احنا كلنا عندنا من 19 ل 20 سنة، لكن بصراحة كده احنا قاعدين في بيتك، اعتبرنا بقى عندنا يا سيدي 5 سنين كده، يعني شيبسي شوكولاتة بسكوتات ما يضرش، حاجة حلوة ما يضرش، ولو ايس كريم يبقى كتر الف خيرك يا جدو يا عسلية. بس كده يا حبيبي انتوا منوريني من عيوني الاتنين. وقالت شروق يعني بالبلدي كده بقى يا جدو جايين نحقق احلامنا عندك. وفضلوا يهزروا وقعدوا طول الليل يتكلموا على ايام زمان. والجد قال يا ولاد ضحكتوني يا ولاد الايه، بقالي كتير قوي ما ضحكتش بالطريقه دي، ربنا يخليكم ليا يا رب. انا هقوم ارتاح شويه بقى وانتم ناموا، بكره نبقى نشوف اي حد يصلح الشاشه عشان نعرف نتفرج على الماتش باذن الله. وبعديها الجد قام ينام وكل البنات دخلوا اوضه البنات والشباب دخلوا الاوضه التانيه. اما مروان كان نايم وزي كل مره كان بيحلم بالكابتن محمد صلاح وبيتكلم وهو نايم.
ايوه يا كابتن، يلا امشي كمان، يلا هوبا 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 جول. والله وعملوها الرجاله. ايوه كده، يا نهار ابيض. ها، الله الله، ايوه يا دنيا، احنا صوت الماتش. امال ايه؟ مصر مصر مصر. في الوقت دوت عبد الرحمن ومحمد قربوا منه وبصوا له باستغراب وهو نايم وعمال يرقص كده احتفالا بالجون. وفي الوقت دوت محمد دلق في وشه شوية مية ومروان قام مفزوع من النوم. بغرق بغرق، الحقوني، حد يجيب لي عوامة، حد يديني طوق النجاة. وقال محمد وهو مش قادر من الضحك اوعى وشك يا ابني تاخد 10 من 10 ونجمة كمان يا فنان في التمثيل. ايه الجمال ده كله؟ ايه كنت بتحلم بمين كده ياض؟ مين اللي جاب جون؟ يا اخي صحتوني من احلاها جون، ده محمد صلاح اللي هتجنن واتصور معاه. بقول لكم ايه، كويس ان انتوا صحتوني من النوم. الماتش بكره واحنا عاوزين ننزل نتفرج عليه في الشارع على الكافيه زي الناس ونقعد نشجع زي الناس بقى، ولا ايه يا رجاله؟ ايه ده يعني ينفع؟ طب يا ريت والله، ايدي على كتفك، تعالى نقول له والصبح بدري كده نعمل له فطار ملوكي ونقول له كده يمكن يوافق، ربنا يهديه علينا. ويكملوا نوم. وتاني يوم الكل اتفقوا البنات والشباب ودخلوا المطبخ عشان يعملوا احلى فطار ليهم كلهم. والجد صحي من النوم على صوتهم وكان فرحان جدا ان البيت رجع فيه الدوشة من تاني، وقعد على السفرة وكل الفطار كانوا قدامهم. صباح الخير يا حبايبي، تسلم ايديكم، يا حلاوة الفول وهو بالليمون والشطة كده. ده انا بقالي كتير ما دقتش الاكل بالطعامة دي يا ولاد، ده انا قربت انسى اللمة الحلوة والاكل الجميل ده. وقالت هاجر يا سلام يا جدو، ما انت على قلبك قد كده وبتاخد معاش كتير، ليه بقى مستخسر في نفسك؟ ما تجيب الاكل الحلو اللي انت بتحبه، اصرف ما في الجيب واستلف من صاحبك، مش عيب. ضحكوا كلهم في الوقت ده وقال مروان 5 في عينك يا مقورة يا مدورة انتي، كل اعوذ برب الفلق. 55 في عينيكي. كلهم كانوا بيضحكوا وهي بصت له بغيظ. اما مروان كمل كلام، بالصلاة على النبي كده يا جدو هلالي، احنا هنروح الكافيه النهارده عشان نتفرجوا على الماتش، بس ما تخافش علينا وما تقولش لاهالينا ينوبك ثواب، كلها ساعتين 3 وهنبقى عندك واحنا فرحانين بالفوز ان شاء الله. على عيني والله يا حبايبي، اهاليكم مكلميني في التليفون ومنبهين عليا ان انتم ما تنزلوش من البيت وان انا اخد بالي منكم، فريحوا نفسكم بقى، مش عشان انا راجل عجوز يعني هتضحكوا عليا. قالت هاجر عجوز ايه يا جدو؟ ده انت بالصلاة على النبي عليك عندك صحة مش عندي، ده انا لقيتك الصبح عمال تعمل هوب هوب 1 2 3 بتعمل رياضة، اقسمت بالله انا لو عملتها يا حبيبي يجيلي انزلاقة وظروفي. وفي الوقت دوت الجد كح الاكل اللي كان بياكله وشرق وفضل يكح جامد، ومريم جابت له شوية مية وقفت تطبطب على ظهره. وقالت مريم بخضة لا لا يا جدو، الف بعد الشر عليك يا حبيبي، لا انت ما ينفعش تفلسع دلوقتي، اشرب يا حبيبي خد نفس. منك لله يا هاجر، بطلي نحس بقى وبطلي تحسديه، قولي الاذكار يا جدو ما ينفعش كده. واتكلمت شروق خلاص يا جماعه بقى احنا بنهزر، وانت يا جدو يا حبيبي صلى على النبي كده واستهدى بالله، احنا هنتفق معاك اتفاق حلو، لو خلتنا نحضر الماتش في الكافيه هنقعد معاك هنا شهر كامل، ها قلت ايه؟ والله يا حبيبتي نفسي تقعدوا معايا العمر كله، مش شهر كامل بس، لكن معلش انتوا امانه عندي وانا ما اقدرش اخليكم تمشوا ابدا، ريحوا نفسكم بقى. بقول لكم ايه، ما تاخدوا فلوس كتير وتنزلوا تجيبوا كل انواع المحشي وتعملوها. قالت مريم طيب يا عم موافقين، وبعديها هتنزلنا مش كده؟ يلا يا لمضة امسكي 500 جنيه اهم، انا عاوز اكل محشي، نفسي اكل بتنجان وكوسه، ويا سلام بقى لو كرنب يبقى كتر الف خيركم يا بنات. بس كده يا جدو من عيون الاتنين يا حبيبي، هي ساعة زمن واحدة وكل انواع المحشي هتكون عندك طبعا. امال ايه، بس معلش بقى هات كمان 2000 جنيه على ال 500 دول، هو انت عايش من ايام القرن الكام مش عارفة يعني. ايه ده 2000 جنيه؟ ليه هي الدنيا غلت قوي كده ولا ايه؟ طب خد يا ستي ال2000 جنيه اهم، مش خسارة في المحشي، يلا انا داخل اريح شوية. وبعديها الهلالي دخل الأوضة عشان يستريح، وشروق بصت لمريم واتكلمت بعصبية هو انت عبيطة يا بنت يا مريم؟ احنا عاوزين نفلسع وننزل نتفرج على الماتش تحت، وانت دبستينا في جميع انواع المحشي، هو انت اصلا بتعرفي تقوري بتنجان يا موكوسة انت، ولا حتى تحشي الكوسة جاتك نيلة في خيبتك، ده انت اخرك تعملي اندومي. ردت مريم بغرور والله انا مش هرد عليكي، هو انت فكراني غبية زيك ولا حسودة زي هاجر؟ انا غيركم يا حبيبتي، اتفرجي وشوفي الذكاء بيقول ايه. في الوقت دوت مريم كلمت المطعم وطلبت الو سلام عليكم، مطعم المسكرين؟ طب الله يخليك يا مسكر، عايزين كيلو بتنجان وكيلو كوسه وكيلو ورق عنب وكيلو كرنب وفلفل كمان، واوعى تنسى الملوخيه، هديك العنوان، اقل من ساعه كل الاكل يبقى عندي، قشطه يا اسطى؟ تحت امرك يا فندم، ابعتيلي عنوان وكل الطلبات هتبقى عند حضرتك.
اديت له العنوان، وبعديها مريم قفلت السكة وكل اللي قاعدين سقفوا لها بانبهار، ومحمد قال: الله على تفكيرك الألمظات، هو ده الكلام ولا بلاش؟ بس انتي ليه ما قلت لهمش تخلي ملوخية باللية؟ انا بحبها قوي. ويا سلام بقى لو تجيبي البتنجان مخلل وتزودي الخل والثوم. الله، تصدقي ان انا جعت. رد عبد الرحمن: يا عم الطفس انت، ارجوك اهدى شويه بقى. احنا عاوزين نقنع جده ان احنا ننزل نتفرج على الماتش. اكل ايه اللي انت عاوزه دلوقتي؟ المهم نقنع جدي وننزل. قالت شروق: لا لا ما تقلقش، انا جدي بعد ما ياكل المحشي ده هيخش ينام 4-5 ساعات كده، ننزل نتفرج على الماتش ونرجع ولا كأننا عملنا اي حاجة. وبعديهم كلهم بصوا لبعض بخباثة وفضلوا يضحكوا، ومريم قالت: يا سبحان الله، فين اهالينا يجوا يشوفونا واحنا بنحب بعض؟ نفسي اعرف ليه امي ما بتحبش خالتي، وليه خالتي بتكره خالي كده. احنا لازم بعد ما نكسب الماتش يا عيال نحاول نصالحهم على بعض، بس اهم حاجة دلوقتي لازم نحضر الماتش. أما في شقة سمية كانت قاعدة وبتكلم أختها نرجس: خير يا نرجس، بتكلميني ليه يا حبيبتي؟ مش قلنا خلاص كل واحد فينا يخليه في حاله ونتقابل في الأفراح وبس؟ يا أختي يا أختي، حد قالك إن أنا طايقاكي؟ ده أنا عصر على نفسي شوية ليمون بس عشان أعرف أكلمك يا بنت يا سمية. مروان ابنك كلم عيالنا وجمعهم عند أبوكي هناك، أبوكي مش ناقص صداع يا أختي. يخرب بيت دماغه، هو عمل كده صحيح؟ ما هو رخم زي عمته وابوه. طب اقفلي اقفلي دلوقتي يا نرجس لما اشوف اخرتها مع الواد مروان ده. وبعديها نرجس قفلت السكة ولقت جوزها خارج بيتسحب من الأوضة. قامت بسرعة وراه، لبست النقاب وخرجت ومسكته تحت من قفاه: تعالى هنا يا راجل، رايح على فين يا عماد؟ طبعا هتقولي تنزل تلحق مكان على القهوة عشان تتفرج على الماتش مش كده؟ اما الغسالة اللي بتكهربني دي ولا تعرف تصلحها؟ طب اقولك على حاجة بقى، مفيش ماتشات النهاردة ويالا يا انت. لا لا، بقولك ايه، اعدلي النقاب كده وانتي بتكلميني عشان عيونك باينه، مش عاوز حد يشوفك غيري. انا بحبك قوي وكفايه عيونك الجميله دي. ايوه يا اخويا ايوه، اضحك عليا بالكلمتين بتوعك دول. مش لسه امبارح بتقولي يلا يا حوله يا سودا؟ دلوقتي بقت عيوني الجميله برضو مش هتمشي. زي ما اتكهربت من الغساله ونكدت عليا، انا بقى هنكد عليك. ومفيش ماتشات، خش يا عماد بالذوق. ولو ما دخلتش هتعملي ايه يا نرجس؟ مفيش يا اخويا، هصوت والم عليك الناس كلها وهقول بيضربني، والحقوني يا ناس الحقوني ياهو بيضربني. عماد بسرعة وبخضة حط ايده على بقها ودخل بسرعة الشقة وقفل الباب. منك لله يا بعيده، ربنا ينكد عليكي زي ما منكده عليا، بس برضو هنزل وهتفرج على الماتش مع صحابي. ما انت بخيل وجلدة، ما انت لو تجيب لنا الريسيفر زي الناس ويكون جديد كده كنت عرفت تتفرج على الماتش في البيت. لكن هقول ايه، البخل ماشي في دمك. اما عند سمية دخلت عند جوزها الأوضة وهو قاعد ماسك الريموت وحاطط قدامه الفشار والشيبسي وكمان النسكافيه. يا سلام، اتمنى ان الخدمة تكون عاجباك يا فندم، وان الخدامة الفلبينية اللي جابتها لك امك تطلب منها اللي انت عاوزه، شاي قهوة نسكافيه، ترقص لك حتى. بص لها أسامة باستغراب. بصي بقى يا سمية، خناقة مش هتخانق، النهاردة في ماتش مهم جدا وانت عارفة كله الا الماتش، ابعدي عني بقى واستهدي بالله. ولو ما بعدتش عنك يا أسامة هتعمل ايه يعني؟ لا قوم كده بقى وبصلي في عينيا وعرفني ابنك ده هيتربى امتى؟ لامم كل عيال اخواتي وقاعد عند ابويا ليه؟ هو ناقص صداع يا اخويا ولا خلفه ونسيه؟ والله جدع يا واد يا مروان، كويس ان انت قلتيلي، انا هكلمه عشان لو عندهم مكان اروح انا كمان. يخرب بيت رغيك يا شيخة. لا بقولك ايه يا أسامة. في الوقت دوت قام أسامة وقف قدامها، وأسامة كان أطول منها بكتير. أما هي خافت ورجعت لورا وقالت بصوت عالي: قولي عايزة ايه؟ ما هو شكل النهاردة يوم منايل على دماغك. ها لا أبدا يا أخويا، أنا بس بقولك إن النسكافيه لو برد أعملك غيره تحت أمرك من عيون الاتنين، وعاملة كمان حبة ترمس، إنما إيه يستاهلوا بقك. ايوه كده تعادلي، يلا روحي هاتي الترمس واعملي لي كوباية قهوة عشان نشوف الماتش بمزاج ونشوفه كده هيبدأ امتى. بعديها سمية خرجت ودخلت المطبخ وقالت في نفسها: اللي هي بعيد الترمس يقف في زورك ما تموتش، لا تروح المستشفى ما تلاقيش حد ينقذك عشان الدكاترة بيتفرجوا على الماتش، ما تموتش برضو، لا تجري في الشارع زي المجنون عشان مش هتعرف تاخد نفسك، وتنط في النيل عشان تشرب وانت يا عيني ما تعرفش تعوم، ما تموتش برضو، لا حوت رخم يطلع ياكلك ويخلصني منك قادر يا كريم. في الوقت دوت لقيت أسامة واقف وراها، بصت له بخضة: بتقول ايه يا سمية؟ سمعيني تاني كده. ها بقول ربنا يزيدك ويطعمك ما يحرمك والناس كلها تحبك يا سيد الناس. ايوه كده، يلا هاتي الترمس وحصليني.
اما في بيت الجد الدليفري جه واخدوا منه الاكل كله، وبعديها حضروها على السفره وصحوا جدهم من النوم. واول ما شاف السفره فرح جدا عشان المحشي اشكال والوان، قعد ياكل بنفس مفتوحه. الله الله، بسم الله ما شاء الله. هو ده الكلام ولا بلاش؟ ده المحشي ريحته وطعمه حلوين قوي يا ولاد. ردت مريم: كلنا يا جدي عملناه وتعبنا فيه عشان تعرف بنحبك بس قد ايه. يلا بقى كلنا هنجهز وننزل للماتش وهنجيلك على طول يا حبيبي، محتاج اي حاجه؟ لا يا مريم، انا لسه عند كلمتي، محدش هينزل ابدا. معلش ما تزعلوش مني، انتم امانه في رقبتي. وبعديها الجد بدأ ياكل وكل الأحفاد بصوا لبعض بغيظ، واتكلم عبد الرحمن بصوت واطي: كده مفيش غير خطة 4-4-8، ابتدوا. وكلهم كانوا فاهمين الخطة. ومحمد مسك التليفون وحطه على ودنه: ايه بتقول ايه؟ نجحت في الكلية؟ اللهم صل على النبي. لا لا لا، ده انا هجيلك بقى، لازم اجيلك عشان نتقابل. يلا بعد اذنك يا جدو يا حبيبي، انا نجحت في الكلية. وبعديها محمد خرج من البيت على طول، والجد بص لاحفاده باستغراب. كلية ايه اللي نجح فيها دي؟ ده ساقط وبيعيد تالتة ثانوي، الواد ده مش عارف يجذب ولا ايه؟ أما شروق اتكلمت بدموع التمثيل: ايه يا جدو، هو انت بتغلط في ابن خالتي وبتقول عليه ان هو ساقط؟ لا لا لا، كله الى التنمر يا جدو. انا هسيب لك البيت وامشي بعد اذنك. وبعديها شروق مشيت. اما عبد الرحمن مسك التليفون وعمل نفسه شاف خبر وحش. يا نهار ابيض، ماتت امتى بس؟ يا حبيبتي، يا وجعة قلبي، يا كسرة ظهري عليكي من بعدك. مين هياكلني من بعدك ولا يشربني؟ بعد اذنك يا جدو، هروح اعزي واجيلك على طول. هلالي خاف على بنته جدا اللي هي مامة عبد الرحمن. تعالى هنا يا عبد الرحمن، مين ده اللي مات؟ بنتي فيها ايه يا ابني؟ طمني بسرعة. ما تخافش قوي يا جدو كده، بقول لك مين اللي هياكلني من بعدها؟ يبقى اكيد صاحبة محل الاندومي اللي انا بجيب منه على طول. هي بنتك بتاكل حد؟ يلا سلام عليكم. وكلهم مشوا، وهاجر ومريم ومروان بصوا لبعض، ومريم غمزت بعيونها: يا دماغي، يا بطني، يا رجلي، اي مش قادرة يا ناس، مش شايفة قدامي، افتح النور، هو انتم طافين النور ولا ايه؟ رد مروان بتمثيل: يا حبيبتي يا بنت خالتي، هو انت تعبتي ولا ايه؟ يلا بينا يا هاجر، يلا بينا ناخدها على المستشفى بسرعة ونوديها. يا غالية، ما كانش يومك يا اختي، مين اللي هيعمل لنا محشي من بعدك يا حبيبتي؟ اما الجد بقى قاعد مش فاهم اي حاجة خالص. يا نهار مش معدي، الف بعد الشر عليك يا قلب جدك. طب استنوا يا ولاد، هجيب مفتاح العربية وننزل بسرعة نوديها المستشفى. قالت هاجر: والله ابدا، والله ما تقوم من مكانك، اخص عليك يا جدو، ليه؟ هو احنا رحنا فين يعني؟ دي حبيبي، كل بألف هنا على قلبك، وانا هاخدها وان شاء الله هنطمنك بالتليفون. يلا يا مروان امسك مريم قدامي. وبعديها التلاتة نزلوا، وكل الأحفاد بعد ساعة اتجمعوا في الكافيه الكبير، وكانوا كلهم شايلين أعلام مصر وراسمين على وشهم برضو علم مصر. كانوا فرحانين جدا وعمالين يشجعوا، وبدأ الماتش وكانوا كلهم على أعصابهم. وشروق بصت لمريم: لا لا كده كتير، يا رب جون، ده احنا شعب غلبان والله، ان شاء الله نفرح ونكسب. ايوه جون، ها يلا يلا جون. قالت لها مريم بضيق: جون ايه يا هبله انت؟ لا جون ولا نيله، بقولك ايه ما توترنيش، ان شاء الله هنجيب جون. منتخب مصر لازم يكسب ان شاء الله، انا واثقه في ربنا. اما محمد بص لهاجر: ايه يا بركة، ما تنطقي كده ورينا بركاتك، ده انت لما بتركزي مع حد بتجيبي اجله. يلا ركزي معاهم كده وخلينا نكسب بقى، يسترك، خلينا نستفيد منك بحاجة. ورد مروان: بس وغلاوة امك يا هاجر، ما تركزي مع الشاشة الكبيرة دي، كفاية شاشة جدو اتحرقت، الناس هتطردنا من الكافيه. ركزي مع اللعيبة يا اختي اللي بيجروا كده، لازم احنا اللي نكسب. هاجر بصت على الشاشة بكل تركيز: ايوه يا عم اجري، ده انت كأنك رهوان بتجري في الصحراء، ده ولا اجدع حصان يعرف يعمل كده. ده انت اسرع من النمر يا عم انت. وفي الوقت دوت الحكم صفر عشان الكابتن اللي هاجر ركزت معاه جات له إصابة، وقع على طول على الأرض، وكل الأحفاد قاموا سقفوا بإيديهم وبدأوا يصفروا. بصوا لها وقالوا لها. قالت شروق: الله عليكي يا ست، هي دي بنت خالتي فعلا يا بركة، والله وعملوها الرجالة. اشتغلي كمان، بصي على الواد الأبيضاني ده، بصي أنا عايزاه يمشي يهرب كده. وفعلا كل اللي في الكافيه ركزوا مع الأحفاد وصوتهم العالي، وركزوا كمان مع هاجر وهي عمالة تحسد، وبصت للكابتن التاني وقالت: حرام عليكم، ده الكابتن زي القمر، ده جسمه رياضي عامل زي الحديدة، ده بيفطر ايه؟ ده بيفطر 50 بيضة ده ولا ايه؟ و3 كوبايات لبن، ايه الجمال ده كله؟ في الوقت دوت الكابتن اتزحلق ووقع على الأرض، وكل اللي في الكافيه صور هاجر وهي بتحسد، وصور اللحظة دي واحد في الكافيه واللي كان اسمه شريف. الله الله، انت عملتيها ازاي؟ بقولك ايه، ده انت كده هتطلعي ترند، انا صورتك صوت وصورة، ده انت الناس كلها هتحبك قوي.
اما شروق بصت في الساعة، يلا الماتش قرب يخلص واحنا متعادلين، يلا جون واحد بس، ايوه يلا، هو ده الكلام ولا بلاش؟ يقصد مصر يا حلوين، كسبنا والفوز لينا مفيش كلام. وبالفعل مصر كسبت وكل الناس قامت تهيص وتسقف، كل الناس كانوا فرحانين وبدأوا ينشروا الأعلام بتاعة مصر وكمان الألعاب النارية، واشتغلت أغنية والله عملوها الرجالة، وكانت كل الشوارع مليانة فرحة وسعادة وأعلام مصر في كل مكان، والناس كانت بتصور بعضيها. واتكلم عبد الرحمن، يا رب يا جدو، وانت اللي كنت عاوز تحرمنا من كل الجمال ده؟ لا طبعا ما كانش ينفع. الله الله، انا فرحان قوي. بص يا ولاد، انا عازمكم النهارده كلكم على رز بلبن بالبسبوس عشان مصر كسبت. رد مروان، لا والنبي اذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، جدو في البيت زمانه بيدور علينا عشان احنا نزلنا في الاخر ومعرفين ان مريم في المستشفى، يلا بقى نروح عشان ما يزعلش مننا. وفعلا الأحفاد ركبوا العربية عشان يروحوا، أما الجد كان قاعد في البيت، دخل المطبخ يعمل كوباية شاي ولقى كل الأوراق بتاعة المطعم. ايه ده، مطعم المسكرين؟ يا ولاد الايه، يعني ضحكتوا عليا وجبتوا الأكل جاهز، وأنا اللي مفكركم إن انتوا تعبتوا في الأكل ده، عشان كده أخدتوا مني فلوس كتير يا ست مريم. بس يلا مش مشكلة، كفاية إنكم فرحانين. أنا من شوية قعدت أكلمكم في التليفون كتير بس ما ردتوش. يا رب يا مريم تبقي كويسة. في الوقت دوت الهلالي عامل كوباية شاي وقعد مسك التليفون وفتح وعرف ان مصر كسبت وفرح جدا، وبص على الشاشة اللي كانت بايظة بسبب حسد هاجر. يلا بقى الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، اهم حاجة انهم يكونوا كويسين. هفتح انا بقى التلفزيون اشوف مين اللي جاب جول. في الوقت دوت الجد كان بيفتح ولقى على الفيسبوك ترندات نازلة كتير، ولقى هاجر ترند وانها فعلا بتحسد والناس كلها عمالة تضحك. ايه ده، هو اللي انا شايفه ده صح ولا غلط؟ دي مريم وجنبها كل احفادي. يا ولاد الايه، كده تضحكوا عليا ورحتوا اتفرجتوا على الماتش؟ دي العيال طلعت ايه، اذكى مني بمراحل. في الوقت دوت الباب خبط وكانوا اولاد الهلالي، سمية ونرجس وفيفي ومدحت واحمد وولادهم. مدحت دخل، عامل ايه يا بابا؟ طمني عليك يا حبيبي، هما فين العيال؟ انا شفتهم في التلفزيون قاعدين في كافيه، وكمان هاجر بنتي طالعه ترند بسبب عينيها الوحشه. الله يسامحك بقى يا هاجر. قالت سمية، كده برضو يا بابا؟ هي دي الأمانة اللي أنا موصياك عليها؟ قلت لك مروان ما ينزلش من البيت، كسرت كلمتي، الله يسامحك. وقالت نرجس، ومريم دي أنا هقطع رقبتها، قلت لها تروح وقالت لي عاوزة أقعد مع بنات خالتي لما يرجعوا لي بس. ورد أحمد، أنا مستني الزفت اللي اسمه عبد الرحمن ده، هاخده وأكسر رقبته، هعرفه إزاي أكسر كلمتي. وبعدين إن انتوا عارفين إحنا مش بنكلم بعض، بلاش تبصولي بقى عشان أنا زعلان منكم. قالت نرجس، يا اخويا ما تزعل ولا تتفلق، ومين قالك اصلا ان انا عاوزه اصالحك؟ ده كان يوم منيل ب60 نيله، يوم ما عيالنا كانوا صحاب. واتعصبت سميه، ما تحترمي نفسك يا نرجس، هو في ايه؟ هو انا عشان سكتالك يعني؟ لا بقولك ايه. الجد اتعصب جدا، اخرسوا يا محترمين، واقفين قدامي عمالين تتعصبوا على بعض ولا كاني ابوكم؟ خلاص عشان كبرت في السن يعني هتاكلوا بعض؟ امال لما اموت بقى ايه اللي هيحصل؟ اتأثروا جدا بكلامه وزعلوا. وفي الوقت دوت كل الأحفاد دخلوا وكانوا خايفين من أهاليهم، وقفوا ورا جدهم وقباسوا إيده. وشروق اتكلمت، كسبنا يا جدو، كسبنا، كل الشوارع فرحانة وأنا كمان فرحانة قوي، زغرات يا بنت يا مريم. ومريم زغرطت، يا حلاوة يا حلاوة، ده احنا النهاردة هيكون يوم عالمي، هناكل رز بلبن بالبسبوسة وكمان هنسهر، وليكم عليا هجيب لكم فيلم نتفرج عليه، وانت يا مروان عليك اللب والسوداني. من عيون الاتنين. خدوا بالكم بقى، كل ماتش هنيجي هنا عند جدو ونضحك عليه، اقصد يعني ننزل نتفرج عليه، ولا مؤاخذة يعني يا جدو، بصراحة كده احنا كنا كدابين، محدش فينا كان عيان ولا اي حاجة، بس احنا ما بقيناش صغيرين يا جدو والله. وتعصبت سمية، ماشي يا مروان يا قليل الادب، كسرت كلمتي، ده انا هربيك من اول وجديد، يلا امشي نجرب من قدامي. وقف مروان ورا جده والجد وقف قدام اولاده، مش لما تتربوا انتوا الاول يبقى تربوا عيالكم؟ كل واحد فيكم مخاصم اخته، وكل اخت بتغير من اختها، وبقيت اشوفكم في المناسبات وبس، ده اذا جيتهم اصلا، ولما عيالكم جم استكترتوهم عليا. يلا كل واحد فيكم يروح على بيته، وعيالكم هيفضلوا معايا، انا محتاج لهم، يمكن لما اموت قريب جدا تيجوا تتجمعوا كمان، وساعتها تسامحوا بعض عشان لحظة موت. رد احمد، بعد الشر عليك يا بابا، انت مش فاهمنا يا حبيبي، هي بس كل الحكاية. ولا كلمة تانية يا أحمد، مفيش أي مبررات إن الإخوات يخاصموا بعض، احمدوا ربنا إن عيالكم طلعوا بيحبوا بعض، قلبهم أبيض مفيهوش القسوة والغل اللي في قلوبكم. يلا روحوا، عاوز أقعد مع أحفادي شوية وأشبع منهم. وبعديها كلهم بصوا لبعض وزعلوا وروحوا، ومريم قفلت الباب وراها وبدأوا الاحتفال مع الجد.
النهارده يوم ضرب نار يا جدو، اليوم كان عاوزك بجد. بقول لك ايه، ما المره الجايه تنزل معايا تتفرج على الماتش؟ انا مش هتنازل عنك، هاخدك ايدي في ايدك كده انجازير ننزل على الكافيه. قطعتها شروق بالضحك. وكلكم والناس اللي كانت فرحانه كوم تاني خالص. حسيت ان كله خايف على مصر بجد، وان كله عاوز ان احنا نكسب، وفعلا الفوز ده حاجه حلوه قوي يا جدو. قال عبد الرحمن. انا اول مره اشوفك مبسوط كده يا جدو من زمان. والله لو كل ماتش هيخلينا نتجمع بالشكل ده يبقى كل يوم يا ريت يبقى عندنا ماتش. هو والله يا ولاد انا مش فرحان عشان الكرة بس، انا فرحان عشان شفتكم قاعدين مع بعض بتضحكوا من قلبكم من غير خناق ولا زعل. يا ريت اليوم ده ما يخلص ابدا. هاجر قربت من الجد وحطت راسها على كتفه. احنا كمان يا جد مبسوطين عشان قعدنا معاك، بس المرة الجاية تنزل تتفرج معانا وما تحبسناش في البيت. في الوقت دوت تليفون هاجر رن. الو، ايوه مين؟ مساء الخير يا فندم، معايا الأنسة هاجر. احنا قدرنا نوصل لرقم حضرتك. ايوه يا فندم، انا هاجر. خير؟ حضرتك طلعتي ترند رقم 1 على السوشيال ميديا، واحنا مع برنامج مشهور عايزين نستضيفك وتحكي لنا حكاية العين اللي وقعت اللعيبة دي. ايه ده؟ هو انا بقيت مشهورة بجد؟ يا سلام يا بنتي يا هاجر، وغلاوة امي انا كنت عارفة ان في يوم من الايام هبقى مشهورة. اما مروان خطف منها التليفون. لا لا يا استاذ، احنا اسرة محترمة ومش بنحسد غير وقت اللزوم وبس. وبعدين بنتنا بتتكسف. تتكسف يعني تحضر اي برامج ولا حاجة؟ يلا سلام عليكم. وبعديها قفل السكة وكل اللي في الأوضة ماتوا على نفسهم بالضحك. واتكلم محمد. انت مجنون يا ابني، ضيعت عليها فرصة، حرام عليك، دي ممكن تكون مشهورة جدا، ده انت طلعت عيل اصفر كده وغلاوي. اصفر ايه يا عم وفرصة ايه؟ هو احنا ناقصين فضايح يقولوا قريبتي حسودة وعينيها وحشة والناس كلها تخاف تكلمني؟ الجد كان بيضحك جامد وفجأة مسك صدره وقعد على الكرسي بتاعه. كل الأحفاد جريوا عليه. مالك يا جدو مالك؟ حد يجيب مية بسرعة. وقال عبد الرحمن. هات الدكتور يا جماعة. والجد شرب شوية مية وبعديها ابتسم. ما تخافوش يا ولاد، أنا ضحكت جامد بس. مروان مسك ايده. بلاش تاخدنا عليك تاني كده يا جدو، والله لو جرالك حاجة ما هسامح نفسنا أبدا. حقك علينا يا حبيبي، احنا اللي قلبنا عليك المواجع. الجد باص لكل واحد فيهم وكانت عيونهم مليانة بالدموع. أنا شايف الخوف اللي في عيونكم ده يا ولاد، هو ده اللي نفسي أشوفه من أهاليكم. نفسي أشوفهم بيخافوا على بعض زي ما انتوا بتخافوا عليا كده. أبوكم وعمامكم وخالاتكم كانوا زمان ما يعرفوش يعيشوا من غير بعض، دلوقتي بقوا أغراب عن بعض، وأنا أكتر واحد تعبان من اللي بيحصل ده. مريم قربت منه. احنا هنرجعهم لبعض يا جدو، أوعدك. وهو زي ما عرفنا ننزل نتفرج على الماتش من ورا حضرتك هنعرف برضو نصالحهم غصبا عنهم. قال مروان. سيبها علينا انت بس يا جدو وانت هتشوف. وفي الوقت دوت كل الأحفاد بصوا لبعض وابتسموا، وكان كل واحد فيهم فهم دماغ التاني، وبعديها بعدوا عن الجد بعد ما اطمنوا عليه وهما لوحدهم في الأوضة. قال مروان. أنا عندي خطة لو نجحت هتخلي الكبار كلهم يقعدوا على سفرة واحدة حتى لو كانوا مش طايقين بعض. قال له محمد. اوعى تكون خطة 4-4-8. لا لا لا، دي أخطر منها بكتير يا حمادة. طيب قول بسرعة، مستني ايه؟ وقال مروان. الخطة دي هتخلي أهلنا كلهم يتجمعوا هنا عند جده من غير ما يقدر ولا واحد فيهم إن هو يرفض. كل الأحفاد قربوا منه بفضول يسمعوا الخطة. وكمل مروان. هنكلمهم في التليفون مكالمة جماعية وهنقول لهم إن جده تعبان، وبعديها نقفل السكة بسرعة ومفيش أي كلام تاني، وبقية الخطة بقى هتعرفوها في وقتها. وبالفعل تاني يوم الصبح اطمنوا على جدهم ان هو كان نايم، وكلموا مكالمة جماعية لكل اهلهم في مكالمة واحدة فيديو. ومروان قال. عجبكم كده؟ جيتوا امبارح وزعلتوا جده ودلوقتي هو تعبان ونايم في السرير. الله يسامحكم، اللي عايز يجي يشوف باباه يجي يطمن عليه اهلا وسهلا، واللي مش عاوز هو حر، بس احنا مش هنسيب جدنا ابدا. وقلب تمثيل. ايه ده جدو؟ مالك يا جدو؟ جدو. وبعد كده قفل السكة وبصوا لبعض كلهم بضحك. ومريم قالت. يخرب بيتك، دي خطة جامدة جدا، انا ذات نفسي كنت قاعدة جنبك واتخضيت، خفت على جدي، ده هما في ثانية كله هيبقى هنا. يلا بقى قولي على بقية الخطة بسرعة. مفاجأة، يلا بينا عشان تعرفوها. وبعد ساعة بالظبط كانوا كلهم والجد كمان قاعدين بيشربوا الشاي. في الوقت دوت الباب خبط بسرعة وكل العيال دخلوا وجريوا على أبوهم. وجري أحمد على أبوه الهلالي. سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة عليك، قولي مالك بس. وقالت نرجس. يا رب انا وانت، لا يا بابا يا حبيبي، وجعت قلبي عليك، ده انت السنه دي في الدنيا يا ابويا، انا عارفه ان انا فيها شويه نرفزه كده بس والله العظيم قلبي طيب. قالت سميه بدموع. قولي يا بابا عامل ايه، انت كويس يا حبيبي؟ الهلالي كان مستغرب جدا وما اتكلمش. والاحفاد دخلوا الاوضه وجابوا تورتايه وحطوها على السفره في اللحظه دي. ومروان بص لهم كلهم.
اطمنوا جده كويس جدا، والتورته دي بقى اسمها تورته السلام، عشان النهارده هيبقى اجمل يوم في حياتي. العيله كلها كلنا كده هنتصالح ومفيش عتاب. ها قلتوا ايه؟ الجد فرح وبص لأولاده وكلهم سلموا على بعض وقربوا من أبوهم وباسوا إيديه وحضنوه جدا. والهلال اتكلم. بقى انتوا يا عفاريت تعرفوا تعملوا كل ده؟ ده انا بقالي سنين بحاول اجمعهم وما عرفتش. صدق اللي قال يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار. لا ده في صغيرين مخهم زي الفل زيكم اهو. وقال مروان. طب يلا بقى يا جماعه، انا عاوز حته من التورتايه دي، انا مش هفضل واقف كده كتير، بصراحه كده شكلها حلو قوي. وكلهم فضلوا يضحكوا وبالفعل قطعوا التورتايه، والجد بص لهم وعيونه كلها دموع. ربنا يخليكم ليا يا ولاد، مش عاوز منكم اي زعل تاني، سامعين ولا لا؟ وبلاش تخنقوا عيالكم، هم كبار وعاقلين وانتم مربينهم كويس، يبقى ما تخافوش عليهم ابدا. الرقابه حلوه بس برضو ما تخنقهمش. وعايزكم بقى كل اسبوع تيجوا تتجمعوا عندي يا حبايب قلبي، خلاص ما بقاش في العمر بقيه. قالت سمية. طبعا يا بابا، طلباتك أوامر. وجريت على أختها نرجس وحضنتها. كنتي وحشاني يا مضروبة، والنعمة والنعمة، أول ما أروح لا أديكي حتة علقة موت أفش غل فيكي، بس والله العظيم ما هتهوني عليا يا بنتي يا نرجس، هاتي بوسة. وبستها وحضنتها جدا وطبطبوا على بعض، وأحمد أخوهم كمان قرب منهم. انا اسف يا اخواتي، اسف ان ما كنتش بحاجة عليهم، حقكم عليا والله. من دلوقتي ووعدوا قدام بابا لا هنرجع زي الاول واحسن كمان. والهلالي فرح بيهم قوي. ربنا يبارك فيك يا احمد انت واخواتك. وبص لاحفاده. اما انتم بقى ليكوا عليا، الماتش اللي جاي هاخدكم بنفسي ونروح المكان اللي انتم عاوزينه. وعايز كمان حد يرسم لي على وش علم مصر. امال ايه، ما انا لازم اعيش لي يومين انا كمان. كل الأحفاد قربوا من الجد. يعيش جده هلالي، يعيش جده هلالي، أحلى جد في الدنيا. وعاشوا كلهم في فرحة، ورجعت تاني صلة الرحم من أول وجديد. ولحد هنا وانتهت قصتنا، واستنوني في قصة جديدة. سلام.